تعدي على واحد بيتمرن في الجيم تلاقيه بيتكتك كده وعمال بيتمرن بالراحه وبيأدي التمرين بأداء مظبوط. تعدي على واحد تاني تلاقيه عمال بيحدف في الاوزان، الدنابل المرميه جنبه، الاداء بتاع التمرين مش متظبط، مش بيحسن الحركه بشكل كويس. انت عارف ان في نهي شرعي عن ذلك؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. يلا بينا. الأربعون الرياضية، إنتاج ماسل كلينيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، اهلا بيكم في الأربعون الرياضيه نسخه ماسل كلينيك. حديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء، حتى الاحسان في الحركه. فالاداء الصحيح للحركات والتمرينات الرياضيه هو من الاحسان اللي انت بتؤجر عليه. وعلى فكره برضو بشكل تطبيقي ده بيحسن جدا النتائج. بالبلدي كده يقول لك الاهم من الشغل ضبط الشغل. فلما تعمل التمرينات باداء صحيح ده بيساعد ويزود فرصه استفادتك اكتر من التمرين. فحاول تخلي الاحسان شعار ليك في حياتك. بتذاكر احسن في المذاكره، دكتور احسن في علاجك للمرضى بتوعك، مريض حاول تحسن في التعلم بتاع التمرينات وتعلم النصائح العلاجيه اللي هتساعدك في علاج حالتك. ولو بتتمرن في الجيم حاول تحسن في التمرينات والحركه اللي بتعملها، وخد نيه ان انت بذلك بتتقرب لربنا وتبقى ضربت عصفورين في حجر واحد يا بطل. اخدت حسنات واستفدت من التمرين استفاده قصوى. وده ياخدنا لجزئيه الحديث الكامل. ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. اخرجه ابو داود ومسلم والترمذي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك الجميل ونشير الفيديو ده عشان نفيد بيه اكبر قدر ممكن من الناس. كان معاكم دكتور حازم طارق من سلسله الأربعون الرياضيه. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.